أخيرا بعد طول انتظار انتهى المسلسل التاريخي للبطل الأسطوري نهاية سعيدة بدموع الفرح لا دموع الحزن. مررنا بفصول كثيرة منذ بدأت هذه الرواية وهذا المسلسل العظيم في أغسطس عام 2005. قصة أسطورة بل أعجوبة القرن ال21 لم تشهد له الملاعب مثيل. سطر وسجل وأمتع وأفرح وأحزن كل من يحب كرة القدم. حصل على كل ما يمكن الحصول عليه من عالم الكرة، فعل كل ما يمكن فعله. كان لديه حلم واحد، صغرت كل إنجازاته وأهدافه وكراته الذهبية وبطولاته كلها صغرت في عينه رغم عظمتها وكثرة عددها. من أجل ذلك الحلم، من أجل ذلك اللقب، من أجل تلك النجمة الثالثة. كدنا نيأس بأن هذا المسلسل لن ينتهي بنهاية سعيدة بعد كل هذه الفصول والحلقات، لكن في عام 2022 وصل ذلك الصبي إلى مبتغاه وحلمه وحقق الإنجاز والهدف الأسمى له. قاتل من أجله وكأنه عاد يافعا صبيا رغم تقدمه في العمر، إلا أنه كان الأقوى والأسرع والأشرس والهداف والأفضل لمن صنع الأهداف. حمل فريقه وعلم بلاده على كتفيه من أجل تحقيق حلمه الأول والأخير والأعظم. أتحدث عن قصة مسلسل واقعي في أحداثه بالتفصيل لصبي أصبح رجلا عظيما وأسطورة حية خالدة لعالم كرة القدم. قدم للملاعب ولنا سحرا وسركا متواصل ولم يتوقف يوما عن امتاعنا وإفراحنا. كافأته الملاعب بكل ما تملك من مجد. عزيزي المشاهد، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية أول الحلقة الأخيرة من قصة الكابتن ميسي.